كم مرة سمعت حد بيقول أنا مش هاخد الشغلانة دي عشان مرتبها قليل، أو ليه أضيع وقتي في حاجة مش بتدخلي فلوس كتير دلوقتي. أغلبنا بنفكر بالطريقة دي، صح؟ لكن لو قلتلك إن الأغنياء بيبصوا على أي شغل أو أي فرصة على إنها فرصة للتعلم واكتساب خبرات، يعني مش مجرد طريقة لجمع الفلوس، وإن الفلوس الكبيرة بتيجي بعدين لما المهارات دي بتتجمع. في الفصل السادس من كتاب الأب الغني والأب الفقير اللي عنوانه اعمل لكي تتعلم ولا تعمل من أجل المال، روبرت كيوساكي بيكشف لنا عن واحدة من أهم الفروقات في عقلية الأغنياء، إنهم بيركزوا على اكتساب المهارات والخبرات أكتر من تركيزهم على حجم المرتب اللي بيقبضوه. كيوساكي بيحكي عن فترة بعد ما خلص دراسته الجامعية كان قدامه فرص كتير لوظائف بمرتبات كويسة، لكنه قرر يشتغل في وظيفة تبدو صغيرة أو مرتبها قليل بالنسبة لواحد خريج جامعة، وهي مندوب مبيعات في شركة زيروكس. ليه عمل كده؟ الأب الفقير اللي هو أبوه الحقيقي كان مستغرب وبيعترض، شايف إن ده تضييع للوقت والمجهود. لكن الأب الغني نصحه نصيحة مختلفة تماما: روح واشتغل عشان تتعلم مش عشان تقبض. الأب الغني كان شايف إن أهم حاجة ممكن تكسبها في أول حياتك المهنية هي المهارات اللي هتفضل معاك طول العمر. مهارات زي المبيعات والتسويق، إزاي تعرف تبيع فكرة أو منتج، دي مهارة أساسية لأي حد عايز ينجح في أي مجال. وزي التواصل، إزاي تتواصل بفعالية مع الناس المختلفة وتفهم احتياجاتهم. زي كمان القيادة، إزاي تدير وتوجه فريق. والتفاوض، إزاي توصل لاتفاقات مفيدة ليك ولغيرك. وزي كمان المحاسبة والإدارة المالية، إزاي تقرأ القوائم المالية وتفهم أرقام البيزنس. كيوساكي بيقول إن معظم الناس بتروح الشغل عشان المرتب، ولما بيلاقوا مرتب أحسن بيسيبوا شغلهم القديم ويروحوا للجديد، وده بيخليهم متخصصين في مهنة واحدة بس، لكنهم ما بيفهموش كل جوانب البيزنس. الأب الغني كان عايز روبرت يتعلم كل جوانب البيزنس عشان يقدر يديره بنفسه في المستقبل.